ده احنا ما عديناش ليفل الوحش، ده احنا عدينا ليفل الجحش والحوت الازرق، لدرجة اننا وصلنا لمرحلة ان جدتنا خلاص نحست من الهبل اللي احنا بنشوفه. انا عندي كلمة لممثلين هوليوود، ممكن بدل ما كنتوا بتقولوا جو تو هيل او اذهب الى الجحيم، ممكن تقولوا جو تو ايجيبت او اذهب الى مصر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. حلقه جديده من برنامج المحاورات. احب اقول لكم كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم. حابين النهارده نخش كلاك ونقول كلاكيت اول مره على حوار جديد، حوار فاق كل التوقعات وعدى ليفل الوحش بكتير ووصل مرحله الحوت الازرق، وهو طبعا موضوع جروب لكل محافظه. الموضوع بكل اختصار ان في جروبس بتتعمل على السوشيال ميديا لكل محافظه، وبيتم فيها نشر اخبار الشباب والبنات، بمعنى انهم بيبداوا يرصدوا تحركاتهم ويشوفوا هم بيكلموا مين وما بيكلموش مين وبيروحوا فين وبيجوا منين. لا، والموضوع بقى ترند وكله زايد في الزيط عادي، وكله بيدور على اللينكس وكله شغال في الحرنبص. تلاقي عين الشاب ولا البنت قاعده في امان الله ولا قاعد في امان الله بيتكلم مثلا في التليفون ولا في الحمام بيشخ مثلا، حاجات زي كده. يلاقيه مره واحده كده متصور ونازل على السوشيال ميديا وبقى ترند. اه والله فجاه كده وبدون اي مقدمات تلاقي نفسك ترند كده، ما انك مش عايز تبقى ترند، انت عايز تبقى هادي كده وجميل والدنيا جميله وبتتكلم في التليفون عادي ولا قاعد في الحمام عادي، بتغطي حاجتك. ليه يا جدعان؟ ليه يتصوروا وينزلوا على الجروبس؟ ومش فاهم انا الكلام ده. انا لحد دلوقتي مش مستوعب الفكره، يعني ايه حد يصور حد عشان خاطر يعرف هو ايه تحركاته؟ طب ماشي يا عم، بينك وبينه الكلام ده مثلا، كلمه، اعرف ايه داخلياته، انما مش تصوره وتنزل على كل جروب. ولا والموضوع منتشر، تحس ان في وزاره جديده طلعت، كل محافظه بقى ليها جروب باسمها، مش عارف ايه، هنا نيوز، مش عارف إيه، الكسندرا نيوز، حاجات غريبه. والادهى والامر بقى ان في شباب بتعمل كده في اخواتها البنات عشان خاطر تعرف هم مرتبطين ولا لا. احنا خلاص عدينا المرحله دي من زمان، وشويه شويه عيننا هتنور وتجيب قناه الجزيره. فين اهالي الشباب والبنات دول يا جدعان؟ او فين المسؤولين من اللي بيحصل ده؟ حد ياخد موقف في الكلام ده، لان ده تعدى مرحله الهبل والجليطه. يعني مش مكفيه انه بيقتحم خصوصيتك او خصوصيتك، لا كمان بيبجح وبيقل ادبه وعامل فيها هو الملاك الكيوت اللي ما فيش منه اتنين، اللي بينزل الصور على النت وبيفضح الناس الوحشين دول. هي تقريبا الناس دي جالها فقدان في الذاكره او جالها خلل عقلي، ونسيت ان في حساب وفي ربنا وفي موت وفي ناس ماتت قبل كده واتعذبت من اللي عملوه في ناس غيرهم، او بمعنى اصح جدتهم وجدتنا كلنا نحست من اللي بيحصل، وبقينا متعودين للاسف اننا نشوف كل الهراء ده. فرسلت بقى لكل شباب وبنات ورجاله وستات مصر بعد الهري ده كله، ابوس ايديكوا اتقوا ربنا، ابوس ايديكوا اتقوا ربنا، حرام عليكم. هنوصل فين تاني وبترجعوا تشتكوا؟ بترجعوا تشتكوا تقولوا ايه يا جدعان اللي احنا فيه ده؟ ايه المرار اللي احنا فيه ده؟ الغلا اللي مش عارف ايه. ما هو من اللي احنا بنعمله، من اللي احنا بنعمله حرام عليكم، حرام عليكم. اتقوا الله، اعرفوا ان في ربنا وفي حساب وفي عقاب جاي، وهتشوفوا ايام من اتقوا ربنا. ابوس ايديكوا سيبوا الناس في حالها، الناس فيها اللي مكفيها، مش ناقصه هي حد يعمل ترند على حساب على قفا حد تاني. حرام عليكم، احنا مش ناقصين بالله. ده كان رايي المتواضع في الموضوع، واتمنى يا جدعان بقى نفوق ونركز في حياتنا. ركزوا في حياتكم، وربنا لو ركزنا في حياتنا الحياه هتبقى جميله. بطلوا تحشروا مناخيركم في حياه الناس. ممكن احب دلوقتي يا شباب اقول لكم فركش، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج المحاوراتي، والسلام عليكم.